بعد إذن حضرتك يا شيخ، كان عندي سؤال بيراودني وبيراود أغلب الناس اللي في سني. هل الأغاني حرام؟ ومثلا وإحنا في الجيم بنبقى محتاجين نسمع الأغاني دي عشان تدينا حماس أو طاقة، وفي ناس كتير بتقول لي إن القرآن إنه يشتغل في الجيم حرام لسبب إن إحنا ما بنبقاش مركزين معاه. فإيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ تمام، أحسن. بارك الله فيك. بص، بالنسبة للأغاني لو في الجيم أو برا الجيم، كان عجبني جدا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. واحد قال له ابن عباس: أفتني في الغناء، حلال هو أم حرام؟ فقال: أنا لا أقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا أقول حراما إلا ما حرم الله، ولكن قل لي إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل طبعا يا إمام. قال: اذهب فلقد أفتيت نفسك. يا شباب يا بنات، يوم القيامة مفيش في النص، يا إما جنة يا إما نار، والموضوع هنا مفيهوش حوار. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لك آية جميلة جدا، قال لك: ومن الناس ما يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. انظر، بغير علم، هو مش داريان اصلا. ابن مسعود رضي الله عنه قال لك ايه؟ قال لك: والله الذي لا اله الا هو كررها ثلاث: لهو الغناء. وابن عباس قال هو الغناء، وابن عمر قال هو الغناء. صدق بالله ان خطأ الاغاني على الامه. بص، انا مش عاوز اقول لك ما سرق سارق او زنى زاني او شرب الخمر سكران الا واصحاب الغناء لهم ذاك وزن عذاب. ان في الغالب ما حدش بيعمل كده الا لما يكون مسطول بالغناء. الغناء ليها تاثير عجيب على ضياع الامه، ليها تاثير عجيب على ضياع الامه. ابن عباس وابن مسعود وابن عمر يعتبروا ولاد عم رسول الله، مش ولاد عم الرئيس فلان ولا الوزير فلان ولا ابن عبان، لا، دول ولاد عم اشرف خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لك هو الغناء. طب تعال كده، النبي صلى الله عليه وسلم اقصد ربنا قال لك ايه عن الشيطان؟ اللهم صل وسلم على سيدنا: واستفزز من استطعت منهم بقيدك، واضرب عليهم بقيدك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعلمهم الشيطان الا غرورا. دي تدخل في الغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ يعني الحديث ده انا من نظري بشوفه يمكن من الكبائر. ممكن الاغاني تدخل في الكبائر، ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ يأتي أقوام على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى أي الزنا، والحرير أنت عارفين أي حرير، والخمر مصيبة من النصارى، والمعازف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب لك المعازف في وسط الكبائر، أقصد من أكبر الكبائر. خد بالك، والله العظيم خطرها كبير. انت عارفين خرج الشيطان ايه؟ الشيطان لما قال ربنا: لا احتنكن ذريته الا قليلا. عارفين يعني ايه الاحتناك؟ لما بتركبوا فرس مثلا وتلجمها، تلجم الفرس كويس، توديه مين هيروح معاك؟ توديه شمال هيروح معاك. كذلك هو لجم معظم شباب الامه، بل نساء الامه ورجال كبار في الأمة. ناس كتير رجمها الشيطان وضحك عليها. بالله عليكم والله العظيم ناس كتير ماتت على الأغاني. طيب بالنسبة للحب والارتباط يا شيخ؟ طب بالنسبة لنا ممكن نسأل في نقطة حلوة اللي هي القرآن في الجنة حرام أم لا؟ هو الكابتن بيقول بالنسبة للقرآن مش بنركز معاه، وممكن نشغله في البيت واحنا مش واخدين بالنا، أو في المحلات أو هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا صلى الله عليه وسلم. سؤال بسيط: وأنت مشغل أغاني، تمام؟ أنت مشغل أغاني ومش مركز معاها، تمام؟
هل أنت بتشيل وزر ولا لا؟ جاوب، هل أنت بتشيل وزر ولا لا؟ أنت مشغل أغاني ومش مهتم بيها، أنت بتشيل وزر ولا لا؟ أكيد طبعا بشيل وزر. فكيف بالقرآن؟ كذلك القرآن أنا مشغله بس مش مركز معاه. ليه حسنات؟ أيوه ليه حسنات. واو، ليه حسنات إزاي وأنت مخالف لقول الله عز وجل؟ ربنا قال لك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جدع، بس معلش، هو دينك عشان تفسر على مزاجك؟ هو دين عشان أفسر على مزاجك؟ لا. أنت تقصد إن معظم أهل العلم إن قالوا عن الآية دي هو المقصود قرآن الصلاة، إنك تركز في القرآن أي قرآن الصلاة، سواء أنت بتصلي سر أو جهر، إنك تركز وتستمع وتنصت في قرآن الصلاة، ليس قرآن الشغل والكلام. فيجوز. وجزاكم الله خيرا، وأتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وأن الدال على الخير كفى عليه. وبارك الله فيكم.